السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو. هذا غادي يكون نشارك معكم فيه المشتريات اللي خديت هكا، اللي خديتهم هكا في الدوري، اللي وجدتهم هكا الرمضان ان شاء الله يا ربي. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبالرزق. وكذلك غادي نشارك معكم الروتين هكا ديال التنظيف. غادي ننظف بعض البلاكارات، كذلك غادي ناخذ هذاك الماء اللي ما بقاوش، يعني ما تنحتاجهمش. بعد تيكون عندنا دائما في اي بيت تيكون عندك هكا ديك الماء اللي تيبقاو تيدوز عليه عامين ما تحتاجهمش نهائيا، او عمرك ما قصي فيهم، عمرك ما يعني ما استعملتيهم. هذا النهار هذا غادي نلوح هذاك الشيء اللي ما نحتاجوش، وننظف معكم ونقد معكم المعانات اللي خديت حتى هما. غادي ندير لهم واحد البليصه. كذلك غادي نشارك معكم واحد الطورطه اللي تجي حتى هي هائله هكا، تقدموها للضيوف ديالكم اللي تحمر لكم الوجه. كما قلت لكم فيديو ان شاء الله غادي يكون متنوع. اول حاجه هنا غادي نبداها معكم. هنا خديت هاد الكيسان هادو، وحاولت هاد المره ناخذ هادو في الدوري لاني عندي لارجينتو بزاف. بغيت ناخذ شي حاجه هكا في الدوري، شي اونسومبل هكا اللي بقى لي. خديت هاد الكيسان هادو، خديتهم من المغرب. الصراحه انا مشيت المغرب وخديتهم من المغرب. كان مشيت غير سيمانه الصراحه، ما درتش هكا بزاف باش نقلب على لي موديل وداكشي. دخلت يلاه محل واحد اللي لقيت عنده هادو، واخا ما عجبونيش صراحه بزاف، ولكن المهم خديتهم نقضي بهم على ما نلقى شي حاجه ما احسن وديك الساعه ناخذها. هادو كنت كما قلت لكم خديتهم من المغرب، فيها الباكيه فيها 12 كاس. كذلك خديت هاد الكيسان هادو الباكيه ب10 اورو. الباكيه خديتهم في راس العام، ماشي دابا، في شهر 12، في الاخر ديال شهر 12 فاش كان دايرين لوفيرطا. باكيه كما قلت لكم ب10 اورو في الدوري بحال هكا، مريس بارميو كازا. خديت هادو سميتو هاد جوج بواكي. خديت انا 12 كاس كما تتشوفوا، الشكل ديالهم صراحه زوين كما تتشوفوا، 12 كاس. مهم وتا الثمن ديالهم راهم مناسب. كذلك خديت هاد الكومبلي هذا ديال الكومبليتو هذا ديال الفراشط والمعالق والمواس هكا، حتى هما في الدوري ديال الانوكس هادو، يعني النوع المزيان. حتى هما مريس بارميو كازا هادو ب 15 اورو الباكيه. انا كنت غادي ناخذ هادوك ديال اكسيون، ولكن شفت الناس بزاف تيقول لك يعني مع المده مع الوقت تيكحالوا، وتا اللون ديالهم يعني باهت شي شويه، ماشي بحال هكا تيلمعوا. شتي هادو تيلمعوا صراحه زوينين بزاف، وديال الانوكس يعني ما تخافوا عليهم حتى شي حاجه، يعني ما تيتقشروا ما تيكحالوا ما حتى شي حاجه. ديال الانوكس حتى هما خديت جوج باكي كما قلت لكم ب 15 اورو الباكيه. هادو ب 30 اورو، يعني ثمنهم بجوج بهم ب 30 اورو. زوينين وصحاح، يعني ماشي داك النوع اللي هما رقاق هكا ولا تيتعوجوا ولا شي حاجه. لا، غلاضين هكا وثقال، يعني من نوع الممتاز. كذلك هاد الكسرونه هادي خديتها من ايبير. كان دايرين فيهم. خديت هادي وواحد المقله وواحد المول ديال الكيكه، او ما غادي تشوفوه حتى هما. هادو ثلاثه بهم كان دايرين فيهم 50% في ليبير، يعني بالثمن ديالهم 50%. بحال دابا هادي كانت شي 13 اورو، خديتها ب6 اورو يعني، وثقيله من نوع يعني المزيان، يعني كما تشوفوها كمزلجه. البغرير اي حاجه الصراحه غزاله. كذلك خديت هذا المول هذا كان بشي 5 اورو، وخديته ب 50% حتى هو بشي 2 اورو 50. والكاسرونه حتى هي كانت ثقيله بشي 7 اورو، المهم 50% حتى هي فيها الديسكونط ديال التخفيض. يعني كانوا دايرين التخفيضات كما قلت لكم. هادو كانوا حاطين هاد المواعين بحال هكا، كان دايرين فيهم 50% ديال التخفيضات. هنا هادو راهم معروفين، خديتهم من اكسيون. هادو راهم يعني رخاص في اكسيون، يعني الا مشيتوا لمحلات وحدين اخرين غتلقاوهم غاليين، تقدر تلقاوهم حتى 5 اورو الوحده، ولكن في اكسيون رخاص. ما بقيتش عاقله على الثمن، ولكن رخاصين بزاف. حتى هذه خديتها من اكسيون، حتى هي رخيصه، بشي اورو 70 ولا اورو 50، المهم رخيصه حتى هي هكا، شي صلصه ولا شي حاجه. وخديت هادو حتى هما عجبوني. خديتهم من انتم غتشوفوا الثمن بشحال، باورو 50 من بريمارك. وزوينين الصراحه هكا. الا بغيتو تقدموا فيهم بحال دابا هكا اي حاجه ديروا فيهم هكا، الصلصه ديال المايونيز، الكيتشوب، ولا بحال دابا هكا معرفيسه ديروا فيهم هكا شي حاجه هكا ديال مثلا هكا الحلبه ولا هكا، المهم تقدموا فيهم اي حاجه، المهم زوينين هكا، الشكل ديالهم زوين كما قلت لكم باورو 50 الوحده.
كذلك خديت هاد جوج باكيات هكا ديال الطباصل. كل باكيه فيها 6 خديت انا يعني باكيه ديال الدوري وحده ديال لارجينتو، حيت انا عندي كان عندي لارجينتو بزاف منه. عندي بلاطويات وداكشي، خديت باكيه. ودابا بغيت ناخذ الدوري، يعني بغيت ناخذ هكا الطباصل في الدوري والطباصل في لارجينتو، يعجبني كل حاجه نحطها مع ديالها. الصراحه صدقوا فنين حتى هما، كان فيهم سكونطو، كان فيهم 50% ديال سكونطو. هانتوما تتشوفوا هادو في الدوري. والباكيه الاخرى حتى هي في لارجينتو نفس الشكل. صراحه فنين، الشكل ديالها مراقي وسامبل يعني، وفيهم ديك الشريطات هكا كما تشوفوا في الدبي ولا في لارجينتو. كما قلت لكم كانوا حاطينهم في كاريفور، حتى هما كان دايرين فيهم سكونطو، كانوا تقريبا ب 40 اورو الباكيه، ودايرين فيهم 50%، بحال لي 20 يعني. ما تلقاوش بهذا الثمن قليل. فاش تلقاوهم بهذا الثمن دابا، فاش رجعت باش نقلب عليهم ما تلقاوهم، يعني تلقاوهم غاليين ب 40 اورو 50 اورو الباكيه. صراحه كانوا هميزه. هانتوما تشوفوا العلامه ملي خديتهم يعني مكارفورهم. كانوا حاطينهم صراحه وصدقوا زوينين، يعني ماشي يعني تقيقلين بحال هكا وزوينين. هنا كنت حطيت انا وجدت هنا كل شيء. انتم تشوفوا الجهه الاخرى كيفاش مرونه، لان خويت البلاكارات، شي بلاكارات يعني باش نقاد هادوك المواعين هادو عمري ما استعملتهم، يعني هادوك اللي تتشوفوا في البيض اللي حطاهم غادي نلوحهم، لانني عمري ما استعملتهم نهائيا. لقيتهم في الدار صافي بقاو هكاك، ما تنستعملش نهائيا، غير محطوطين. وكاين شي مي كانت عاوتاني كانوا عندي هكا جامعه فيهم داكشي ديال العيد ميلاد، ديك الديكوراسيون ديال العيد ميلاد وداكشي. صافي هادو كانوا في هاد البلاكار هذا خويتو، وهادشي كله غادي نجمعو وغادي نلوحو. ما غاديش يحتاجوا. كذلك يعني عزلت بزاف ديال المواعين هكا ما تنحتاجهمش. غادي يعني الحاجه اللي ما تنحتاجهاش تقريبا ما تنستعملهاش عام ونص حتى العامين، صافي ما عندهاش تبقى في الدار، يعني ما تنحتاجوهاش، غير تنبقاو ربما نحتاجوها ما ربما نحتاجوها في الاخر ما تنحتاجوهاش. صافي هنا قديت هذاك البلاكار، لوحت هذاك الشيء اللي كان فيه، ودرت فيه هذا الشيء هذا ديال الطباصل بحال هكا اللي عندي هكا تنستعمل مره، وداك الليمون ديال الكيك وداك الشيء. الموبل هذا عندي في الصاله. هكا غنحاول حتى هو نقادو، لان داكشي اللي خديت خصني نقادو هنا. بغيت نخليه هنا باش يجيني داكشي ساهل هكا ملي يجيو الضيوف يكون على كلشي محطوط قدامي. غادي نحاول ندير واحد الجهه فيها لارجينتو، واحد الجهه غادي ندير فيها الدوري. بطبيعه الحال عندي مواعين اخرين حطاهم في الكوزينه، وهادو غادي نحطهم هنايا. المهم انا كما تشوفوا هنايا بحال دابا هادو غادي نديهم. المهم غادي نحاول نقاد يعني نمسحو هكا شي شويه، ونقاد شويه هنا وشويه هنا. صافي هنا غادي نخويه، بطبيعه الحال غادي نضرب له واحد المسحه بحال هكا وغادي نمسحو. كذلك غادي نجبد هذاك الطباصل وهذاك الشيء من الكراطن. وخصني نغسلهم بطبيعه الحال. دابا كي كنت مزروبه حتى لغدا ان شاء الله غادي نهزهم كلهم ونديهم نغسلهم، لان ضروري خصهم يتغسلوا باش ملي يكونوا، او حتى يكونوا بحال دابا مثلا الضياف جايين، وديك الساعه نضرب لهم عاوتاني واحد الغسله بحال هكا نغسلهم. بطبيعه الحال ضروري يكون واخا يكونوا مغسولين ملي يكون جايين عندك الضياف ضروري خصك تعاودهم بالغساله. صافي هنا ستفت هذاك الشيء الطبات كما تشوفوا، حطيت الدوري بوحدو لارجينتو بوحدو، وقديت هذاك المعالق وداك الشيء خليتهم في الكراطن ديالهم، حتى الكيسان خليتهم في الكراطن. خليتهم هكا بحيث ملي تيجيو الضياف ما بقاش عاد جبد كاس بكاس. مثلا غنهز ديك الباكيه غنديها نيشه للكوزينه ونستفها في البلاطو، داك الشيء يجيني ساهل هكا حسن. على ما نلقى شي حاجه هكا شي بواطات ولا شي حاجه ندير فيهم هكا باش يجوني ساهلين نهزهم دغيا بسهوله. الجهه الاخرى حتى هي درت فيها داك جمعت فيها الزاجلو كله، جمعت فيها داك التخربيق الاخر كله ديال لارجينتو. وهاد الجهه هذه كما تشوفوا هنا صراحه فاش سديت هكا، لان محطوطه عندي كما قلت لكم في الصاله، ومع ديك البيبان ديال الزاج جا داكشي كله باين، ما عجبنيش نهائيا. دابا خصني نقلب على شي كارطه اديزيفا اللي تتكون هكا بحال الزاج، تتكون بحال الزاج ولكن تيبان الزاج بحال مضبب، ما عرفت منين فين نلقاها. المهم غادي نقلب عليه حتى نلقاها، وغادي نغلف نديرها فوق الزاج باش يبان الزاج بحال مضبب، ما يبقاش داكشي تيبان. هنا عاوتاني جيت للكوزينه، عاوتاني شي بلاكارات هكا كانوا عندي مخربقين، حتى هما غادي نقادهم بحال دابا. الحاجه اللي كما قلت لكم ما تنستعملهاش غادي نحيدها. صافي وقديته بحال هكا، خويت داكشي اللي ما تنستعملش. هادشي اللي قلت لكم غادي نلوحو، يعني ما تنستعملوش نهائيا، ما عنده لا شي يبقى في الدار.
وما عمري استعملتهم هادو الصراحه، والله عمري ما استعملتهم. صافي جمعتهم هنا في الكرتونه حتى نرميهم. صافي حطيت هكا. كاين شي طباسل هذوك البيض راهم باقيين في الميكا ديالهم، يعني ما عمري استعملتهم وما تنستعملش، يعني ما تنحتاجهمش. صافي خرج داكشي كله للبالكون حتى على ما ندي هكا نلوحو. وهنا بغيت نشارك معكم كيفاش تيجي في الشكل ديالهم، تيجيو هكا في التقديم ديالهم، تيجيو الصراحه راقيين، تيجيو فنين. هنا مازال تنقلب، انا مازال ما لقيتش شي منديل اللي به بالمنيدات ديالو يكون زوين. ملي غنلقى بطبيعه الحال غادي نشارككم معكم، مازال ما لقيتش شي حاجه هكا اللي زوينه. ودابا غادي ندوز معكم باش غادي نحضر معكم واحد الكيكه اللي تجي طورطه، تجي غزاله، تجي لذيذه بزاف بزاف. غادي نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير هنا غادي نحتاجوا 170 غرام ديال الدقيق. على حسب غادي تحتاجوا الدقيق على حسب البيض واش كبير ولا صغير. يمكن لكم تحتاجوا تزيدوا واحد المعلقه اقل ولا معلقه اكثر. هنا غادي نحتاجوا نص كاس ديال الزيت، كذلك كاس ضرب ديال سكر سنيده، واحد الياغورت ديال الفاني، 3 ديال البيضات. من الاحسن يكونوا من الحجم الكبير، الا كانوا صغارين من الاحسن نديروا 4 ديال البيضات. هنا واحد الخماره ديال الحلويات ديال 16 غرام، وكذلك واحد الساشي ديال الفاني، ولا يمكن لكم ديروا الفاني ديال اللي تيكون سائل على حسب اللي توفر عندكم. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا غادي ندوزو للطريقه. المهم هنا غادي ندوز باش غادي نطرب البيض. هنا غنضيف انا ضروري اي كيك تنضيف عليه شويه هكا ديال المليحه في الاول، عاد تنضيف البيض وتنطربوه هكا مع البيض. غادي نضيف البيض وغادي نضيف معاه سكر سنيده، وكذلك غادي نضيف معاه حتى الفاني، وغادي نطربوهم هكا بالطراب الكهربائي. من الاحسن يكون الطراب الكهربائي ماشي الطراب اليدوي هكا، غير باش البيض يطلع لينا مزيان. غادي نطربوا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق هكا حتى يطلع لينا ديك البيض مزيان. عاد غادي نضيفوا باقي العناصر. صافي كما تتشوفوا بحال هكا، كما طلع بحال هكا يعني تيجي واقف. تناخذ هنايا كذلك غادي نضيف الزيت. وهنا راني حيدت انا الطراب الكهربائي، صافي غادي نستعملوا غير شي طراب يدوي بحال هكا، ونضيفوا الزيت. ثم غادي نضيفوا الياغورت. هنا غير مسرعه انا الفيديو، ما راني تنخلط غير بشويه باش ما نطيحوش هذاك البيض باش يجينا الكيك مهاوي. كذلك غادي ناخذ هنا الدقيق، ضفت عليه الخميره ديال الحلويات ومغربله الدقيق انا التغربيله الاولى، هذه التغربيله الثانيه، لان شحال ما غربلنا الدقيق شحال ما تيجي هذاك الكيك مهاوي وتيجي يعني هكا ما تيجيش مدقص من الداخل. صافي غادي نكمل هذاك الكميه ديال الدقيق، غنضيف شويه بشويه كما قلت لكم. الدقيق انا هز لي 170، يمكن لكم نهزكم اقل ولا اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق، وكذلك على حسب الحجم ديال البيض. صافي غادي ناخذ المول انا بحال هكا وغادي ندهنو بالزبده، وضروري هنا صافي نضربو هنا مع سطح العمل. غادي ندخلو الفران على 160 درجه، ومن بعد صافي حتى يطيب لينا، يعني نشوفوه طاب لينا عاد ديك الساعه نخرج. هنا بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير لداخل، يمكن لكم تعتمدوا على 2 حشوات، ولا ديروا الكريمه اللي بغيتو، اما الكريم باتيسير ولا غديروا هذه تتجي لذيذه. المهم هنايا انا غادي ناخذ 200 ملل ديال الكريمه السائله، غادي نضيف معاها 150 غرام ديال جبن الفيلادلفيا او جبن ماسكاربوني ولا اي جبن كريمي. وغادي نضيف كذلك هنايا واحد 3 المعالق هكا ديال السكر كلاصي. غادي نضيف انا غير 3 لان الكريمه اصلا راها حلوه. الا ما كانتش الكريمه حلوه يمكن لكم ديروا، المهم على حسب الحلاوه اللي تبغيو نتوما. انا هنا غادي نطرب دابا 200 ملل ديال الكريمه السائله، غادي نطربها. هذا النوع هذا تيكون حلو، هذاك علاش ما ضفت السكر في الاول حتى طلعت لينا. من بعد غادي ناخذ هنا 150 غرام ديال الجبن الكريمي فيلادلفيا ماسكاربوني، مهم اي جبن كريمي توفر عندكم. هنا غادي نضيف عليه كما قلت لكم سكر كلاصي على حسب الحلاوه اللي بغيتو. انا بقيت نضيف هكا شويه تقريبا، ضفت تقريبا هكا واحد علين هكا واحد 3 المعالق، ولكن ما عامرينش هكا واحد 3 المعالق هكا ما عامرينش ديال سكر كلاصي. غادي نطربوا معاها في الاول هكا، عاد غادي نخلطهم بجوج بيهم. ديما تنقول لكم انا تنطرب هكا بوحدو غير باش ما تطيحش لينا الكريمه. تنطرب هكا واحد شويه. هنايا هذا ما وريتكمش في الاول، ولكن جاتني حتى الاخر عاد جاتني الفكره باش نديرو. فعلا جا المذاق ديالو زوين. خديت واحد الحك ديال الكريم كراميل وضفته على داك الماسكاربوني، حتى واحد اللون زوين، وكذلك حتى واحد المذاق غزال صراحه. جا واحد المذاق فيه رائع، يمكن لكم تستغناو عليه ماشي ضروري. انا غير حتى الاخر هكا جاتني قلت علاش ما نديروش، تعطي واحد النكهه زوينه. صافي وغادي نخلط هاد الكريمه هادو، نخلطهم ديك الجبن فيلادلفيا عفوا مع الكريمه.
نخلطهم جوج بهم صافي. وهاد الكريمه ديالنا راها واجده. يعني هاد الحشوه هادي كما قلت لكم، ولا يمكن لكم ديروا الكريم باتيسير، يعني طربوا الكريم، طيبوا الكريم باتيسير وديروا حتى هو تنديروا هذاك، يعني تيجي جوج بهم تيجيو زوينين. صافي هنا من بعد ما طابت لينا الكيك كما تتشوفوا غادي قسمته انا على جوج بحال هكا. انا ما بغيتوش هكا يجيني عالي لان مازال نديروا الحشوه لداخل. الا بغيتوه يجي بطبيعه الحال تجي لكم الكيكه عاليه يمكن لكم تضيفوا كما قلت لكم 4 ديال البيضات. المهم هنا انا غادي قسمت على جوج، رديت هذاك النص الاخر رديته المول باش ياخذ لينا ديك الكريمه اللي غادي نضيفوا لداخل تاخذ لينا حتى هي الفورمه ديال المول. صافي خديت هذيك الكريمه ديالتها في ساكابوش بحال هكا، وسقيت من طبيعه الحال الكيك سقيته بالحليب. الا كان الكيك بارد غادي ديروا الحليب دافي، الا كان الحليب الكيك سخون غتضيفوا الحليب بارد. صافي وغادي ندير هذيك الكميه كلها لداخل. هاد الكريمه هذه جات زوينه، جات لذيذه اكثر من صراحه اكثر من الكريم باتيسير، تتجي لذيذه بزاف. هاد النوع هذا ديال الكريمه اللي فيه جبن كريمي والكريمه تجي صراحه رائعه. ولكن كما قلت لكم الا توفرت عندكم غير الكريم باتيسير يمكن لكم ديروا غير الكريم باتيسير. صافي غادي ناخذ نحاول ندخل هذيك الكريمه في ديك القنيته ديال المول، غير باش ياخذ حتى هما الكريمه تاخذ هذاك الفورمه ديال المول. نحاولوا نقدوها مزيان بحال هكا. عاد ديك الساعات غادي نسقي الطبقه الثانيه حتى هي نسقيها بالحليب، ولا تنديرها عاد نسقيها بالحليب تيبقى لكم الاختيار. انا سقيتها في الاول. حاولوا حتى ديروها تسقيوها، لان ملي تسقيوها هكا وعاد تهزوها شويه يعني تتكون فزقات تجيكم شويه صعيبه. صافي ودرت عليها وخليتها هكا في الثلاجه حتى شدت راس هذيك الكريمه وحيدتها من المول، وزينتها بحال هكا ديك الجنيبات هكا ديال الكريمه اللي بقاو باينين. خديت اللوز ايفيلي ممكن لكم تحمروه ولا تخليوه غير هكاك، وبديت نزينو بحال هكا. صافي هنايا انا خديت هنا الشوكولا السوداء وغادي نزينها بحال هذا الشكل هكا. بالنسبه للتزيين تيبقى لكم نتوما الاختيار، يمكن لكم تزينوا كما بغيتوا، اما هكا ديروا هذا الشكل هكا، اما غندير انا غنعمر هذاك الحفيرات اللي كاينين في الكيك غادي نعمرهم هكا بشوكولاته اسود. ممكن لكم ديروا الشوكولاته البيضاء ولا اللي بغيتو نتوما. غير هو انا ما بغيتش غير ما ديروش غير الكريمه من الفوق، لان باش تبقى هكا في الشكل ديالها في ديك المنظر ديال المول تيجي هكا باين في الكيك، تيجي هكا تيجي عاطي المنظر زوين. صافي انا درت كما قلت لكم الشوكولاته السوداء، نتوما يمكن لكم ديروا الشوكولاته البيضاء. خديت هنايا الحبيبات ديال البندق، غادي نزينها هنا بحبيبات ديال البندق بالبيستاج وبرقائق ديال اللوز ايفيلي، ولا المهم داكشي اللي توفر عندكم يمكن لكم ديروه. انا زينته اختاريت نزينه بهذه الطريقه هكا. هانتوما تتشوفوا كيفاش بغيت نشاركو معكم. غير واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، بان الكيك ماشي ضروري غير تتبع هذاك المقادير صافي، راه حتى الفران راه حتى يلعب دور. شحال من مره الا جهدتوا الفران راه الكيكه طلع وتبقى خضره من الداخل وتجي مدقصه من الداخل. عاوتاني نقصتوا الفران بزاف عاوتاني حتى هو راه يلعب دور. يعني كما قلت لكم، وكذلك الكيك الا خليتوه خفيف بزاف عاوتاني حتى هو راه عاوتاني اولا زدتوه فوق دقيق فوق القياس عاوتاني حتى هو راه يلعب دور. يعني الحاجه واخا ديروا القوام، يعني بعض مرات تنديروا المقادير هما ولكن الفران اما تنجهدوا له ولا تنقصوا له بزاف ولا تنشعلوا عليه من الفوق، والكيك ما خصوش يتشعل في الاول من الفوق، يعني نشعلوه من التحت يطلع لينا شي شويه عاد ديك الساعه تنشعل عليه من الفوق. يعني راه حتى الفران عنده دور كبير باش ان الكيك ينجح لينا. المهم نتمنى هاد الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم وتجربوها. فعلا ديك الكريمه جات لذيذه بزاف والكيك جا هشيش. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، فعلا يستحق التجربه. وفي الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.